ميدو برضو اتكلم ثانية واحدة عشان برضو ايه ماشي، يا ريت تفتحوها لي يا جماعة. تويتة ميدو يعني يعني ميدو عمل 2 تويتة يا على التدريبات دي جامدة قوي، صعب تتعمل الا في ليفربول. اولا صلاح منزل الستوري بتاعه، فصلاح تقريبا بيتمشى على حاجة حمراء كده، معرفش دي سجادة حمراء ولا ايه، مكان زي جيم كده او صالة يعني. فقام منزل التويته دي، فطبعا ناس كتيره جدا زعلت من ميدو وهاجموه واتكلم، وحتى يمكن بعد كده نزل تويته تانية. يا جماعه انا بهزر والله، واكتر واحد دافعت عن صلاح فعلا ميدو في الفتره اللي فاتت، اكتر واحد دافعت عن صلاح في موقفه. بس انا لو مكانه دلوقتي هنزل صوره وانا في مركبه فضاء بتعالج بالاوزون، مش صوره تقويات بالاستيك. وجهه نظره. يا جماعه خدوا بالكم، موضوع لعيبه الكوره مع بعض، انتوا عايزين الناس دايما تتعامل مع الناس رسمي. انتوا ما زهقتوش من اجواء، حتى لازم، ما لازم تشوف شخصيه اللعيب ايه. يعني الناس كتير جدا مهاجمه ميدو وهاجمتني في الفتره الاخيره. في الاول والاخر يا جماعه احنا لعيبه كوره مع بعض، انت محب لمحمد صلاح او لميدو ايا كان، انت محب بتعشق مين. دايما خلي الامور ما تبقاش كلها قفش، ما تقعدوش، بلاش القفش ده. ما انت بتقعد تهزر مع زميلك في المجال اللي انت فيه. ليه دايما واخدين موضوع الكوره ده او كابراهيم او ميدو واخدينه على قلبكم؟ حتى لو في الاخر بشر بنهزر وبنتكلم وبنعلق، ما طبيعي نعلق، ما بنعلق على الناس كلها. ايه المشكله؟ فطبعا ميدو ممكن يكون ليه رؤيه، بيتكلم في حته ان محمد صلاح المفروض ان العلاج بتاعه يبقى بشكل افضل من كده، وانا قلتها ما كانش ليه داعي ان محمد صلاح ينزل ستوري. يعني اولا مش محتاج تبرير، انت نجم، وزي ما قلت لك الناس بتحبك والناس بتقدرك، وفعلا الناس منتظره منك يا صلاح بطوله. الناس منتظره منك بطوله عشانك انت، والله صدقني والله ده ليك انت، تاريخك انت. انا واحد من الناس بتمنى ان انت تاخد بطوله مع منتخب مصر، ولو انا بتكلم عليك بشكل قوي والله ده محبة، عشان انا فعلا حرام اسمك وتاريخك لما تيجي تبطل ما تبقاش حصلت على بطولة مع منتخب مصر. انت هقولها تاني يا جماعة، محمد صلاح قبل وبعد ما حدش يتقارن، محمد صلاح ما يتقارنش بحد قبل ولا قبل، من ساعة ما الكرة بدأت لحد ما الكرة تنتهي. فانا نفسي محمد صلاح ان ياخد بطولة، والله نفسي يفرح الشعب المصري، نفسي يمسك الكاس كده، كاس حقيقي. يعني كاس الامم ده يتمسك كده ده ويتحط كده من ضمن الانجازات اللي عملها والصور اللي بتاعته، زي ما هو بيفتخر كده ببطولاته مع ليفربول مثلا في دوري الابطال الاوروبي او الدوري الانجليزي او الحذاء الذهبي او احسن لاعب في الدوري الانجليزي او هداف الدوري. انت مش يا صلاح بتحط في البيت عندك ودايما بتفتخر بالبطولات بتاعتك دي وبالانجازات اللي انت عملتها؟ كل اللي انت عامله ده ناقص حاجه واحده، كاس الامم الافريقيه، عشان تبقى قفلت اللعبه. وشوف الناس بعديها هتعمل معاك ايه. لو الناس زعلانه منك او لو الناس بتضغط عليك، فده انت بالنسبه لهم اسطوره، انت غيرت الواقع. هيتحول، صدقني، هو الناس بتحبك اصلا. مفيش حد بيكره صلاح، سيبك من الناس اللي بيقول لك انا كرهت صلاح وبكره صلاح. ولا حد صلاح محبوب حقيقي. صلاح من الشخصيات المحبوبه والشخصيات اللي تتحب. بس لو ابراهيم بيتكلم عليك قوي جامد او الناس زعلانه منك، فصدقني ده محبه. على قد المحبه على بيجي اللوم والعتاب. فاتمنى ان باذن الله، اتمنى ان انت قبل ما تنهي مشوارك الكروي يبقى كاس الامم الافريقيه ده موجود معاك في الدولاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلام حلو وجامد قوي من ابراهيم سعيد، موجه لكل من ميدو ولمحمد صلاح. بالنسبة لميدو، وميدو ليه وجهة نظر ان اللي انت بتعمله ده في ليفربول مش ده اللي بيستدعي سفرك من منتخب مصر عشان تعمل التمرينات ديت اللي انت وجدتها في الستوري بتاعك او في البوست بتاعك. احنا مش هنتكلم كتير في الموضوع دوت، لكن احنا كل اللي نتمناه دلوقتي من منتخب مصر انه يحقق بطولة الامم الافريقية اللي هي المفضلة لمنتخب مصر. منتخب مصر ملوش انجازات كبيره على مستوى كاس العالم، لكن كل انجازاته وتحسب له انجازات على مستوى افريقيا. منتخب مصر هو بعبع افريقيا زي ما النادي الاهلي هو بعبع افريقيا على مستوى الانديه. منتخب مصر هو بعبع افريقيا ودائما المرشح الاول للفوز ببطوله افريقيا بالارقام وبالاحصائيات وبالذوق وبالعافيه. منتخب مصر هو
الرقم الصعب اللي موجود في افريقيا بالنسبه للمنتخبات. وطبعا كلنا بنتمنى حصول منتخب مصر وحصول محمد صلاح على بطوله افريقيا عشان تكون في رصيده بجانب البطولات الكتيره اللي حققها مع ليفربول. يمكن ديت النقطه او العلامه السوداء في تاريخ محمد صلاح، انه ما قدرش يحقق البطوله ديت مع منتخب بلاده، عامله زي حكايه ميسي مع منتخب الارجنتين. كان دايما في معضله عند ميسي وحاجه جوه نفسه صعبه عليه، والجماهير دايما بتنتقده بسبب عدم تحقيقه بطوله مع منتخب بلاده. والكلام ده كلنا عارفينه وقريناه وشفناه. شفنا قد ايه ميسي احتفى قوي ببطوله كاس العالم لما خدها، وقال ان دي اهم بطوله في حياته، وانه يقدر يبطل كوره من بعديها وهو مطمن، لان ميسي كان دايما بيتقارن بمارادونا. ودايما جماهير الارجنتين كانت بتقول ان مارادونا احسن لانه قدر يفوز مع الارجنتين ببطوله كاس العالم. وكان دايما بتنتقد ميسي، بتقول له مع كل البطولات اللي عملتها مع برشلونه، مع كل الفرق ومع باريس سان جيرمان، لن تقارن ابدا ببطوله كاس العالم اللي حققها مارادونا. عشان كده البطولات الكبرى مع منتخبات اي لاعب على مستوى العالم بتفرق كتير في مسيرته، بتفرق كتير في تاريخه. فده كلنا اللي بنتمناه من محمد صلاح. وعشان كده كان كميه الهجوم كبيره على محمد صلاح لما اعلن انه ماشي وراح ليفربول يكمل علاجه. ليه بقى الهجوم كان ليه؟ ومبرره ايه؟ مبرره ان محمد صلاح كده عطى رساله سلبيه لبقيه اللعيبه في المنتخب، انه ما عندوش ثقه فيهم ان هم ممكن يحرزوا البطوله او يوصلوا لادوار النهائيه. وعشان كده مشى بدري بدري. دي كانت وجهه نظرنا او اللي احنا حاسينه، ان محمد صلاح عطى طاقه سلبيه لبقيه زمايله. كان المفروض يقعد معاهم ويآزر الفريق لغايه اخر مباراه، حتى لو هو مصاب، لانه كابتن فريق ولاعب له قيمه كبيره وتقل داخل الفريق ومع زمايله، لانه يعتبر مدرب تاني بجانب فيتوريا. فعشان كده كنا نتمنى محمد صلاح يستمر مع المنتخب، ما يسافرش لليفربول. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق منتخب بلدك. ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.